السلام عليكم حبايبي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، يسعد لي صباحكم ومساكم على حسب ما بتشوفوني. شايفين حبة العيش بقى البلدي دول، السخنين الحلوين دول بقى عايزين أكلة معتبرة. هنشوف الأكلة بتاعتنا النهارده، الأكلة دي يعني لازم تجهزي لها من قبلها بيوم. يلا القمر اللي لسه ما حطليش لايك يحط لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يتفضل يدخل قناتي لو عجبته. هنا التتبيلة بقى بتاعتنا اللي إحنا بنجهّزها عبارة عن إيه، عبارة عن بصل مقطّعينه جوانح أو شرايح أو زي ما بقى بتسمّوه، شطة وتوابل بتاعة مشويات وجنزبيل وتِّيب، وكمان معانا روزماري اللي هو إكليل الجبل، وهننزل بقى كده على اللحمة، دي كانت لحمة ضاني، فقُلت بقى أتبّلها قبليها بيوم بحيث تاخد الطعم طبعًا الملح طبعًا ما ننساهوش والفلفل الأسمر. قُلت بقى عشان تاخد الطعم كده معايا لازم أبيّتها قبليها بيوم، فبدأت أتبّل كل الحاجات بتاعتي قبليها بيوم وأجهّزها لتاني يوم. بقى نمسكها كلّها كده، طبعًا لو أنا باعمل الأكل ده لضيوف أو مثلًا لمكان أو كده، أكيد هاستخدم جوانتي، بس أنا باعمله لبيتي وأنا ضامنة نضافة إيدي ونضافة الحاجات بتاعتي. فبدأت بقى أتبّلها بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، وأحاول أدخّل فيها كل التتبيلة بتاعتها، بحيث إن هي تتشرّب التتبيلة كده وتبقى حاجة واو. هنحطها بقى في التلاجة، طبعًا هنغلّفها أو نغطّيها ونحطها في التلاجة. هنا كان عندي لحمة مفرومة، حطيت جوزة الطيب مفرومة زي ما أنتم شايفين أو مطحونة زي ما أنتم شايفين كده، ومش هاعمل لها طبعًا بقدونس، أنا هاعملها ده بصل كان باودر عندي، فحطيت منه وحطيت فلفل أسمر، وهنشوف باقي التتبيلة اللي هنحطها طبعًا الملح، وحطيت كمان بهارات بتاعة لحمة، وبعدين بقى هابدأ إيه زي ما أنتم شايفين كده. بهارات اللحمة اللي أنا باقصدها اللي هي عبارة عن ال7 بهارات، هتدّيكِ تيستة حلوة أوي، أوي. ليه ما حطيتش بقى طماطم وبقدونس وكده؟ لأن أنا مش باعملها في الفرن وأنا عايزة أشويها على الفحم. ف هنشوف بقى العزومة بتاعتنا النهارده اللي إحنا عازمين نفسنا عليها دي، هي دي كانت المفروض إن إحنا نخرج نروح باركو أو يعني حديقة أو كده، أو مكان يعني نشوي فيه، بس طبعًا الجو بدأ يسقّع، فإحنا قُلنا نلحق قبل ما الجو يسقّع وما نقدرش نعمل بقى الحركة دي، فقُلنا نبدأ بقى إيه، نعمل مشويات. كان نِفْسنا نروح عند الحاتي أو نروح أي قرية، طبعًا ما فيش قرية بقى، فاخترنا القرية بتاعتنا ورُحنا البلكونة بتاعتنا وعملنا فيها أجدع باربيكيو ممكن ناكلوه. وهنا دي كانت شواية كنا لسه جايبينها بصراحة، فقُلنا بقى إيه نستخدمها كده ونلحق الشتا. دي كانت للكفتة بس أنا ما عملتهاش فيها، لقيت ال ال الس ال يعني الأسياخ ديّة كنت جايباها برضه وما استخدمتهاش، فدي عبارة عن حامل يعني للأسياخ عشان لمّا تحطيها على الشواية ما تجيش على الفحم أو كده، لو أنتِ يعني مش عندِك الحديدة، أو برضه علشان لمّا تيجي تشيليها تبقى سهلة عليكِ. ودي الأسياخ بتاعتها بتتحط بالشكل اللي إحنا هنشوفه ده كده. وطبعًا أنا زي ما قُلت لكم إن أنا كنت متبّلة اللحمة، واللحمة اللي جوزي قطّعها ديّة برضه تبّلتها وعملت لها نفس التتبيلة بنفس البهارات، وكل الحاجات دي أنا غطّيتها من بالليل وجهّزتها، وتاني يوم بقى حطينا الشواية بتاعتنا والفحم، وبدأنا نولّع بقى في الفحم ونشوي الحاجات بتاعتنا الحلوة ديّة، وبألف هنا وشفا طبعًا. طبعًا عايزاكِ يعني ما تقوليش إن ما نقدرش نخرج، ما نقدرش نعمل الأكل ده مثلًا، لازم نروح قرية أو كده وندفع مبلغ قد كده، بنفس المبلغ وأقل منه بكتير كمان هتعملي أكل يكفّيكِ ليومين. يعني إحنا الأكل ده ما كلناهوش في يوم استحالة بس إحنا عشان كنا عايزين نشوي وكده، فمش هنفتح الشواية تاني، وأنتم عارفين طبعًا ظروف الشغل وكده، عملنا المشويات كلّها اللي كان نِفْسنا فيها واللي كنا حابين ناكلها. دي طبعًا اللحمة الضاني بقى شايفين شكلها جميل إزاي لمّا اتشوت، شايفين المنظر حلو إزاي. لو كان الجو يعني كان حلو أوي كنا قعدنا برّه، بس إحنا يعني إيه، قُلنا لأ ناكل جوّه في البيت، ما ناكلش في البلكونة. وزي ما أنتم شايفين كده الجنينة الحلوة دي بتاعة البيت، وبدأنا بقى نشوي. وطبعًا تسلم إيد بابانا اللي شوى لنا، دي البلكونة ودي الجنينة بقى بتاعة البيت. طبعًا هو اللي شوى لأن أنا ما أقدرش أشوي، أنا جهّزت وتبّلت وعملت كل الحاجات، ده دوري.
دوره بقى هو إيه، الشوي والحاجات الحلوة دي. صراحة كمان الرجالة عندهم صبر عننا بكتير يعني في الحاجات ديّة، وكمان النَفَس بقى اللي إحنا طبعًا ما نقدرش إيه، نختلف عليه. طبعًا تسلم إيده وربنا يخلّيه لنا ويخلّي لكم طبعًا أزواجكم وأبهاتكم. أمّا بتشاركي الأسرة كدهوّة كل واحد بيعمل حاجة، يعني في اللي عمل السَلطة فينا، في اللي جهّز الترابيزة، في اللي جهّز اللحمة اللي هو أنا طبعًا وتبِّلها. بصراحة بتبقى يعني لمّة العيلة كدهوّة ولمّة الولاد حواليكِ أو حواليكم. دي ربنا يا رب ما يحرمكم أبدًا من لمّة أولادكم ولا لمّة عيلتكم، ولا يحرم حد أبدًا من عيلته يعني أو من أسرته. آمم زي ما قُلت لكم إن كان المفروض إن إحنا هنطلع بقى في مكان أو كده، فإحنا طبعًا لمّا لقينا إن مش هينفع والوقت وكل حاجة يعني كانت ضد إن إحنا نعمل كده، فما حاولناش إن إحنا يعني نكنسل الموضوع أو نبوّظ الخروجة أو الأكلة اللي إحنا كنا عايزين نعملها، وحاولنا إن إحنا نتبسط على قد ما نقدر، وأهم حاجة إن إحنا كده مع بعض. هنا بقى كان عندي الشواية دي أو يعني اللي بنعمل فيها الكفتة، دي كان أول مرّة أستخدمها. ده زي حامل للأسياخ بيتحط زي ما هو كده، وبتحطّي الأسياخ في الأخرام اللي موجودة ديّة، بحيث إن أنتِ تحطّيها فوق الشواية وتقدري تشيليها كلّها مرّة واحدة. أو ما برضه الكفتة بتاعتِك ما تجيش على الفحم. وبدأت بقى إيه، أصَب عليها الكفتة أو أعمل الكفتة صُبع كده طويل زي ما أنتم شايفين، بابِل إيدي بالمَيّة أو ممكن تبلّيه بزيت، و تبدئي تثبّتي خالص قطعة اللحمة بتاعتِك وتضغطي عليها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. أنا كنت بابلّها البَلّة دي هتسهّل معاكِ العملية، وتقدري كمان إن أنتِ تحطّيها ساعة أو ساعتين في التلاجة هتمسك تعمليها. أنا بصراحة ما استنيتش لا ساعة ولا ساعتين ولا حاجة، أنا عملتها و حطيتها وبعد كده خدناها شويناها. هنشوف مع بعض كمان إيه الحاجات التانية اللي عملناها مع بعض. طبعًا دي سهّلت علينا، بس أنا في الآخر جوزي ما استخدمش يعني ما كمّلش بيها، كمّل بالشوي العادي. في حاجات عايزاكم تلاحظوها أو تخلّي بالكم منها، لمّا تيجي تشغّلي شواية بتاعة فحم، اوعي تحطّي مواد كيماوية مع الفحم، علشان تبدئي تعملي له عملية الإشعال يعني أو تولّعيه يعني. لأن هيدّي ريحة وِحشة أوي في اللحمة أو في المشويات اللي أنتِ هتشويها، حتى لو كانت خضار يعني. طبعًا من الحاجات التانية إن أنتِ تنتبهي جدًا إن الأطفال ما تكونش قريّبة من النار. وطبعًا لمّا تكوني عاملة أي عزومة تكوني مجهّزة لها ومتبّلة الحاجات من قبليها زي ما قُلنا، ومجهّزة بقى وأحلى حاجة إن كان كل واحد بيعمل حاجة زي ما قُلنا. حاولي لمّا تكوني عازمة حد أو كده تكوني مجهّزة ومتبّلة كل حاجتِك من قبليها بيوم، وتاني يوم يبقى بس على السِوَى. وبالنسبة للسَلطة تقطّعي الخضار بتاعِك كُلّه مثلًا، بس ده تاني يوم عشان الخضار ممكن يغيّر اللون. آمم، تقطّعي الخضار بتاعِك وتكوني مجهّزاه برضه، وتكوني عاملة الSauce أو يعني التتبيلة بتاعة السَلطة بتاعتِك اللي هي مثلًا خَل وليمون وملح وممكن تحطّي سُمّاق يعني تخلطيهم مع بعض، مع طبعًا أي مجموعة خضار متوفرة عندِك حطّيها وحطّي معاهم بصلة كده، هتلاقي طعم يجنن. طبعًا تقدري بقى تعملي جنب المشويات دي طحينة، بابا غنوج، أنا بادّيكِ أفكار وأنتِ يعني إيه تقدري تعملي كل حاجة من دي على حدة، مش شرط تعمليها كل الحاجات دي مع بعض. إحنا عملنا كل الحاجات دي مع بعض لإن إحنا كان بقى لنا فترة طويلة أوي كان نِفْسنا نعمل مشويات و على الفحم وما كانش متوفّر عندنا الوقت، وكل ما نقول هنعمل وكده نكسّل، فقُلنا لأ، الجو بعد كده هيسقّع، فخلّينا إيه، نعمل الأكلة دي. وبدل ما طبعًا المقاطعة والحاجات ديّة لا في دلوقتي ماكدونالدز ولا في كنتاكي ولا الحاجات دي خالص. ف في بقى إيه، في نعمل أكلات كده حلوة في البيت، نخلق جو كده مختلف. وعملنا طبعًا الأكلة الحلوة دي. طب أنا بس مش عارفة الكاميرا مش يعني أنا المفروض إن أنا باعملها وباورّيها لكم مش عارفة الكاميرا كانت معوجة وأنا ما كنتش واخدة بالي من التصوير.
لأني كنت عايزة أخلّص يعني ونبدأ ناكل وكده قبل كمان ما ننزل يعني، بحيث إن إحنا نقضّي الوقت وكمان ويبقى عملنا الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها وعملنا السفرة بتاعتنا. اللي وصل معايا لغاية هنا ولسه ما حطّش اللايك يحط اللايك للمشويات الحلوة دي. هنا بقى كانت اللحمة دي بقى اللحمة العادية اللي هو قطّعها، طبعًا ما قطّعش كل القطع اللي أنتم شُفتوها دي، دي قطّع منها شوينا وقطّعنا الباقي للخضار وكده وشيلناه في الفريزر. هو بيحب يجيب قطعة اللحمة كده قطعة واحدة وهو بقى يطلّع منها الشوي، للخضار، للتحمير. وهنا الكفتة أهي، الأول حطّاها زي ما قُلت لكم، حطّاها على الحامل ده، وبعد كده هيشيل بقى الحامل ده خالص ويبدأ يحطها أهو على الشواية دايركت، وكانت طعمها تحفة. طبعًا باقي الكفتة كمّلتها على الأسياخ الخشب دي، والأسياخ الخشب دي عشان تستخدميها على الشواية حتى لو على البوتاجاز حطيها الأول في مَيّة، وبعد كدهوّة ابدئي استخدميها عادي خالص علشان ما تتحرقش معاكِ. هنا بقى كنا كمان قُلنا نشوي حبّة خضار، وجبنا بقى فلفل وكوسة، دي الخضار اللي كان متوفّر عندنا. فقطّعنا فلفل وكوسة، الخضار بيبقى حلو أوي، أوي وهو مشوي. وكمان هاقول لِك تتبيلة تقدري تحطّيها عليه، تتبيلة سهلة جدًا، جدًا وهتدّي له طعم يجنّن. عارفة هتسيبي اللحمة وهتسيبي أي حاجة وتاكلي الخضار ده. تقدري تقطّعي طبعًا بدنجان، كوسة، فلفل. هنا بقى كانت بنوتي مبسوطة من الأجواء ديّة وقالت لي صوّر، فصوّرتها. هنا كان السفرة بتاعتنا بعد ما خلصت، حطينا طبعًا لحمة بالشكل ده، تقدري طبعًا تزيّنيها بقى ببقدونس، بأي حاجة عندِك، حطينا مخلل، عملنا الطحينة بتاعتنا الحلوة، طبق السلطة الجميل ده زي ما أنتم شايفين كده. وكان عندنا المخلل والطحينة، كان ممكن نعمل بابا غنوج بس أنا لقيت بقى الموضوع هيبقى over أوي. وكان عندنا بطاطس، دي البطاطس دي برضه أنا مقطّعاها ومحمّراها، وطبعًا حطينا كاتشب وكده ومايونيز وبدأنا ناكل، ودي كانت السفرة بتاعتنا. والتتبيلة قبل ما أنسى للخضار كانت عبارة عن شطة وملح وزيت زيتون وخل، وتبّليها وانسي إن أنتِ تقدري تستغني عن طبق السلطة ده أو طبق الخضار ده على السفرة بتاعتِك، تحفة ويجنن، زي ما أنتم شايفين كده وبألف هنا وشفا. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. جرّبيه مش هتخسري حاجة، وبكده هاكون عملت لهم أحسن وأجدع عزومة، وبألف هنا وشفا. أتمنى الفيديو يعجبكم، وأنا طبعًا ماسكاهم بالعافية عقبال ما أصوّر هم عايزين يلقّطوا وبدأوا بقى كده يدوقوا، فقُلت لهم: "لأ استنوا، استنوا، عندنا ضيوف تانيين، استنوا أمّا ضيوفنا ييجوا، استنوا أمّا ضيوفنا يحضروا." وبجد بانتظر تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرّحني وبتشجّعني وبتدّيني دفعة كده لقدّام، وبإذن الله قناتنا تكبر وتكبر بيكم طبعًا وليكم. أتمنى تكون فيديوهاتي هادفة بتدّيكم أي معلومة حتى لو صغيّرة، وأتمنى إن أنا بجد أكون باقدر أوفّي لكم كل الوصفة بكل الحاجات اللي فيها. على فكرة الوصفة بتاعة المَرّة اللي فاتت بتاعة المحشي، أنا طبعًا اعتمدت إن أنتم قبل كده كنت منزّلة فيديو للمحشي، فاللي فاتته أي حاجة أو أنا وقّعت منّي أي معلومة، أنا كنت بس باقول معلومات إضافية يعني ليها، لكن لو في أي معلومة ارجعوا من الفيديو بتاع المحاشي هتلاقوا فيه كل المعلومات. هنا بقى كنت باورّيكم اللحمة قد إيه طرية، باورّيكم الكفتة قد إيه جميلة وخفيفة وتجنن، وريحتها وطعمها كان تحفة. بجد حبّة المشويات اللي عملناهم دول فكّرونا بالقرى بقى اللي بنروحها في إسكندرية، وفكّرونا بحُسني وبلبع وابن البلد والقرى بقى هاني وخطاب وكل الحاجات دي بقى مش عايزة أنسى اسم حد. المهم ما تنسونيش أنتم بلايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة منكم ودعوة لإخواتنا في فلسطين بالنصر إن شاء الله.